السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم واخباركم ايه؟ فيديو النهاردة هنتكلم فيه عن الباسكت في نادي الزمالك. بعد ما خلصنا الريجولر سيزون، فنشنا في المركز الثالث وبداية سلسلة البلاي اوف في دور الثمانية. الثالث بيلعب المركز السادس اللي هو كان المصرية اتصالات، ونهاية جيم 1 النهاردة كان لصالح الزمالك في صالة الزمالك 85-49 لينا. جيم 2 ان شاء الله بكرة برضه في صالة الزمالك ان شاء الله. جيم 3 هيبقى في صالة الاتصالات، وجيم 4 في صالة الاتصالات. اذا احتاجنا لا قدر الله لماتش فاصل هيبقى في صالة الزمالك، لان احنا لينا اولوية في الترتيب على الاتصالات في الريجولار سيزون. تاني حاجة، انا شايف كان رحيل المحترف اللي هو انطوان سكوت ده كان في صالحنا. هو محترف يمكن من اقل المحترفين اللي دخلوا نادي الزمالك في اخر 5-6 سنين. هو اللاعب كان بيلعب بوينت جارد، بس للاسف هو ما يعرفش اي حاجه عن البوينت جارد. يعني انت بتبقى عايز حاجتين من البوينت جارد، يا اما يبقى سكورر يقدر يشيلك زي ستوجل، لو الناس كانت تفتكر كان بيجيب بال 40 و50 بونت لوحده في الماتش، او يبقى اسيست زي وولتر هودج كده لما كان موجود معانا، ان هو يقدر يلعب الفرقه كلها ويطلع الملعب بشكل كويس ويظهر معاك في الكلاتش تايم، ان هو ما يعملش معاك تيرن اوفر كتير. يمكن انطوان سكوت ابتدى معانا كويس، بس طبعا لما جينا احتاجناه في ماتش الاهلي وماتش الاتحاد في الريجولار سيزون الناس كلها شافت المستوى بتاعه. تالت حاجة، أنا شايف إن سيجورا عندنا الحمد لله مدرب كويس، مدرب كبير. بس المفروض ان هو يتوفر له الادوات بتاعته غير السكواد، بس ان انت تدفع المرتب بتاعه في ميعاده، موضوع السكن، موضوع الكلام ده كله. ان هو كان عنده مشاكل في الحاجات ديت اول ما جه، وكابتن هشام نصر هو اللي دفع الكلام ده من جيبه. فمفروض ان احنا نوفر له استقرار ونوفر له الحاجات ديت، ونسيب الراجل مش السنه دي بس، نسيب الراجل نجدد معاه العقد من دلوقتي، لان ممكن يروح النادي المفسده. الناحية التانية، بسبب ان ممكن اوجوستي ما يجددش معاهم. هو جدد معاهم سنة واحدة بالعافية، فهو ممكن ما يجددش تاني معاهم اساسا، ممكن يروح الخليج. فاحنا من دلوقتي انا بتكلم على كوتش سيجورا ان هو لازم يتجدد له، لان هو عقده 6 شهور بس. المفروض ان هو يتجدد له من دلوقتي ايا كانت النتيجة اللي احنا هنوصل لها السنة دي في الدوري السوبر ان شاء الله، وفي كاس مصر اللي هيبتدي برضو ان شاء الله يوم 4/5 تقريبا، وينتهي يوم 8/5 السيمي فاينال والفاينال. يعني احنا في السيمي فاينال هنلعب الاتحاد، الناحيه الثانيه الاهلي والسبورتنج في كاس مصر. سيجورا مدرب كبير زي ما انا ما قلت من شويه، لازم يتم التجديد ليه من دلوقتي، عشان ما نرجعش نتكلم على المشاكل بعد كده اللي هتحصل. احنا ليه ما جددنالوش، وليه راح، وليه مش عارف ايه والكلام ده كله. لازم من دلوقتي ايا كان النتيجة اللي هتحصل في دوري السوبر، وايا كانت النتيجة اللي هتحصل في كاس مصر. رابع حاجة، في كلام طالع عن المحترف اللي كان موجود في الاهلي، هايس، ان هو جاي الزمالك. هو كل المقربين بيقولوا ان هو جاي خلاص، بس طبعا النادي ما اعلنش اي حاجه رسمي. وفي اقاويل بتتقال ان هو هيبقى موجود من بكره ان شاء الله، موجود معانا يعني. هايس برضو من نوعيه المحترفين البوينت جارد الكويسه. يمكن الناس لو تفتكر هم شفتوه قدامنا لما كنا بنلعب الاهلي في رمضان تقريبا، في اخر اسبوع في رمضان، وقدام الاهلي والاتحاد السكندري قبل ما الاتحاد يسافر المغرب يلعب المجموعه بتاعه الباور بتاعته، المرحله التمهيديه. هو محترف كويس، سكورر كويس، اسيستنت كويس. الاهلي استغنى عنه مش لسوء جودته. الاهلي حصل عنده اصابه لعمر طارق اللي هو السنتر بتاعه او البيفوت بتاعه، فهو قرر ان هو يبدل المحترف بان هو يجيب بيفوت محترف عشان بيحافظ على حظوظه في دوري السوبر او كاس مصر. انه عمر طارق هو الوحيد اللي موجود بيج مان عنده، سيف سمير، مروان سرحان، كل دول اسيستنت بيفوت. رامي ابراهيم برضو اسيستنت بيفوت، مش بيفوت زي عمر طارق. فهو بيحاول يحافظ على حظوظه، فان هو غير البوينت جارد، جابوا سنتر، لان هو شايف ان هو عنده في البوينت جارد عنده ناس تقدر تلعبها زي عمرو الجندي، ايهاب امين، بيبو زهران. الناس دي تقدر تلعب انها بوينت جارد، تقدر انها تخرج بالملعب. فهو قرر ان هو يستغنى عن المركز ده في مقابل مركز تاني حصل فيه نقص عنده.
فالمحترف مش عشان الاهلي مشاه فهو كده المحترف سيء واحنا بناخد من ورا الاهلي، لا هو كويس. مش احسن حاجه، بس هو احسن من انطوان سكوت بكتير بمراحل، يعني لو هنقارن ما بين الاتنين هو احسن منه بكتير، فلا هو احسن من انطوان سكوت. هو بس الحاجة الوحيدة العيبة اللي موجودة في المحترف ان هو للأسف سنه كبير، هو 38 سنة. بس احنا بنحاول نحافظ برضو على حظوظنا السنة دي في اي حاجة في الباسكت، سواء دوري السوبر او كاس مصر، بان احنا نجيب بوينت جارد محترم، لان المركز ده ناقص عندنا. احنا ما فيش فيه غير عمر عزب اللي احنا جبناه. عمر عزب مش هيشيلنا الماتش كله، وعلي عمر مش هيقدروا الاتنين ان هم يشيلونا اي ماتش كله، يعني مش هيقدروا يشيلونا الاربعة كوارتر. فانا شايف لا المحترف كويس، يعني يا ريت ان هو يجي. نحاول ان شاء الله ان احنا نحافظ على حظوظنا في الدوري ان شاء الله وكاس مصر. فيديوهات تانية ان شاء الله هنبقى نتكلم فني على تحليل ماتش جيم 1، ويمكن بكرة ان شاء الله فنحلل جيم 1 وجيم 2 ونشوف السلسلة بتاعتنا ماشية ازاي ان شاء الله. شكرا سلام.